السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. النهاردة بإذن الله معانا كده أكل حلو كده. معانا ده كربات سوداني ومعاه فرخة بلدي، ومعايا محشي كده تشكيلة محشي حلوة، كرنباية طازة كده وحلوة وجميلة كده، ومعايا الخضار بتاعي فريش وطازة اهو، وبدنجان وكوسة وفلفل وطماطم. وهنبدأ بقى كده نسمي بالله كده ونشوف. شوف بقى الكوسة بتاعتنا صغيرة خالص، والبدنجان بتاعنا صغير جدا، هنشوفه دلوقتي. شايفين ما شاء الله البدنجانة صغيرة جدا. يعني لما بحشي بدنجان او كوسة بنقي الحاجة الصغيرة قوي عشان يبقى طعمها حلو في الحشو وشكلها شيك كده وانتي بتقدميها يعني. هنبدأ كده بقى نسمي كده على بركة ربنا كده، ونبدأ نقطع الكرنباية بتاعتنا بعد ما نلم حاجتنا على جنب. وطبعا كنت مولعة على المية تغلي بتاعت سلق الكرنب. كل حاجة كلنا طبعا عارفين ان اول حاجة بنعملها بنقطع الراس كده. الورق الاخضر ده انا مش هرميه، لو لقيته سليم ونضيف مش هرميه. اللي انتوا مش واخدين بالكم منه ان ورق الاخضر دوت فيه نسبة تركيز الحديد عالية جدا، مفيد جدا وطعمه حلو جدا في الاكل. فيعني هو مش للرمي يا جماعة. لو الورقة نضيفة معاكي وما فيهاش اي حاجة، لا متقطعة ولا متاكلة ولا حاجة، حلوة جدا. حاولي تحشيها وتشوفيها هتبقى جميلة جدا. هنقطع كده ونسلك الورق اللي متسلك على قد ما اقدر اسلكه، وبعد كده برضك هقورها تاني. اشيل الجزء اللي بيبقى في النص اللي مش بيتحشي، مش هرميه، لا انا هاخده هخلله. ما ننساش كده واحنا بنقطع الكرنب كده الذكر كده: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. الجزء دوت بيبقى حلو قوي في التخليل، اللي هو القلب دوت بيبقى ورقه صغير جدا مش بينفع للحشو يعني. فانا بطلعه كده وبنقطعه نتبله بالملح ونخلله. خلاص انا نضفت الكرنب على قد ما نضفته، يعني الورق اللي هو بيتسلك، والباقي هنشوف هنسلقه ازاي. بعد المية ما غلت معايا نزلت بمعلقه ملح حلوه كده، وهنزل بمعلقه كمون. العمليه دي احنا بنعملها زي ما بنعمل القرنبيط بالظبط واحنا بنسلقه، بردك بنحط له معلقه ملح كبيره ومعلقه كمون. ضروري جدا معلقه الكمون تتحط في السلق. في ناس بتقولك طب وانا هحط في السلق ليه، ما انا بحط في الخلطه. لا، السلق اهم من الخلطه كمان. تمام، هقلبه كويس كده ونبدا بقى ننزل بالجزء بتاع الكرنبايه اللي هو انا مفكتهوش من بعضه الاول لانه ورقه فاتح، مش هياخد وقت في السليق، واخلي الورق الاخضر في الاخر. هتقولي لي الجزء معاكي اكبر من الحله، لا انا بنزله كده واحده واحده. الميه كانت مغليه جدا اصلا، فهو مجرد ما هينزل كده يشم الميه هبدا كده اسلك واحده واحده منه كده عشان الميه توصل لكل جهه منه. شايفين اهي استوت، ما اخدتش وقت. هو مجرد ما بيشم الميه، طالما الميه بتاعتك بتغلي ومظبوطه، هيطلع معاكي حلو كده ومسلوق كويس، لا هو مهري ولا هو ني. شايفين كان انا مش بشد بالعافيه، يعني انا الورقه اللي بلاقيها استوت هي اللي بطلعها، اللي ما استوتش بسيبها براحتها خالص. ان ما طلعتش براحتها مش بشدها بالعافيه، لان معنى انك تشديها بالعافيه ان هي لسه نيه. شايفه الورقه بتاعتك لازم تشوفيها كده متسخسخه وحلوه كده، معناها ان هي استوت. طب ايدك والنار ما تخافيش. مش حاطه ايدي في الميه. كلنا متعودين على كده لما نكون بنشتغل كده شغلانه، مش كلنا كنا في البيت، لا كلنا احنا الستات يعني عامه بتبقي مستعجله، فبتبقي يعني كده حريصه وانت بتشتغلي، وفي نفس الوقت ايدك بتقدر تتحمل يعني السخونيه العاليه. ممكن تمسكي حله من هنا لهنا، ممكن تشدي حاجه كده، بس طبعا مش هحط ايدي في الميه اللي بتغلي، يعني انا باخد الحاجه من فوق كده. زي ما انتوا شايفين كده انا بسلك وبطلع الاستوى عشان اوسع الباقي اللي مش طايله الميه، عشان الميه تطوله برضه. شايفين بتطلع معايا بكل سهوله طالما استوت. يا ريت لو وصلتوا معايا لهنا من الفيديو ما تنسونيش من اللايك، لان انا بلاقي التعليقات وما بلاقيش لايك خالص. يعني اللايك بيبقى مفيش خالص، ما يجيش اي حاجه في التعليقات. فده معناه يعني انا مش بحب طبعا ان اشك في حد من اللي معايا او كده، بس معنى ان اللايك بتحط
هتقولي حطيتيها، انا متاكده انك بتقولي حطيتيها، بس حطيتيها وما قعدتيش ما شاهدتيش اي حاجه من الفيديو فطارت طارت قبل انتي ما تطيري. ده اللي محدش عارفه، يعني الناس اللي بتقول ان الاشتراكات بتطير او اللايك الناس بترجع تسحب تاني اللايك او بتسحب الاشتراك. محدش بيسحب الاشتراك على فكرة يا جماعة. هو كل حكاية ان اللي بيشترك معاكي لو مش متفاعل معاكي بعد فترة اليوتيوب بيحذفه من عندك، طالما مفيش تفاعل بينك وبينه فهو بيحذفه. حاجة تانية انا حابة اقولها لاخواتي برضك اصحاب القنوات وكده، ان احنا الظاهر يعني يوتيوب قفل علينا في مكان لوحدنا كده. انا ما بيجيليش اشعارات من اي حد، يعني انا ما بيجيليش، واكيد كلكم كده، لان انا برضه بلاقي ناس كتير كانوا عندي على طول بطلوا يجوا. ده دليل على ان هم ما بيروح لهمش اشعارات. انا لازم ان انا يعني احط اسم القناه في البحث طبعا دوت، من مصلحه القناه ان انا ابحث عنها وادخل لها بطريقه البحث. بس طبعا محدش فاهم الحكايه ديت، يعني في ناس كتير مفكره ان مثلا اكون مش مفعله الجرس كويس عندك او كده، او انا عندي مشكله. انا ما عنديش مشكله، هو اليوتيوب عامل كده في كل القنوات الصغيره، يعني زي ما يكون حاجب عننا الاشعارات عشان ما نوصلش لبعض. فانا يعني عارفه مين الناس اللي بتجيلي وكده، لما بلاقيهم فتره مجوش بدخل انا ابحث عن قناه باسمها وبدخل لها. مش شرط الاشعارات، طالما ما وصلنيش اشعار بدخل وبدور عليها. وبلاقي في ناس كتير من ده مثلا ما كانوش متفاعلين مثلا معايا، او كانوا متفاعلين وانقطعت اخبارهم عني بسبب عدم الاشعارات، هم ما راحلهمش اشعارات فما جوش. طبعا زي ما قلت لكم دي ايد كريم ابني، طبعا سابقاني في كل حاجه، على طول معايا في كل فيديو. مش في كل فيديو بس، في كل حاجه في المطبخ هو قاعد معايا كده باستمرار. حطينا تهت انا منكم معلش. احنا حطينا طبعا كميه زيت حلوه. الحله بتاعتنا دي احنا كنا غسلناها كويس بعد ما سلقنا فيها الكرنبايه، حطيناها على النار نشفناها ونزلنا حبه زيت ومعلقه زبده كبيره حلوه. وبعدين دبلنا البصل بتاعنا، كنت انا عاملاه في الكبه، دبلناه بس مش حمرناه، ونزلنا عليه بالطماطم ومعلقه ملح ومعلقه سكر. تمام. مش هحط بقيه التوابل دلوقتي. هنروح بقى ايه على بال ما الطماطم تاخد وتدي مع نفسها وتتسبك براحتها، هنروح بقى ايه للطير بتاعنا كده ايه نتبله. انا طبعا كنت غسلاه قبل ومنضفاه ومخليه زي الفل، وكان في الفريزر وطلع غسلته تاني. معاكي ايه هتحطيه؟ معايا معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا، معايا اللهم صل على سيدنا محمد ورق لوري، ومعايا دبس رمان. طب بس كده الخلطه بتاعتك؟ لا طبعا الخلطه بتاعتي مش كده بس، لسه في حاجات تانية. معايا بصلايه كبيره مقطعاها جوليان، ومعايا برتقانيه مقطعاها بردك شرايح كده، وطماطميه كبيره، هي طماطميه واحده مقطعاها شرايح. وهننزل بده كله كده على ذكر البط والفرخه اللي عندي، ونقلبهم كويس ونتاكد ان التتبيله والخلطه دخلت لهم من كل جزء فيهم كده. تمام. قلبي بقى على قد ما تقدري، يعني انا بقلب بالراحه، سيبك مني، قلبي انت بقى بسرعه كده، بدعاكي كده حبه همه شويه، انا ست كسوله. هنتبلهم كويس كده. التتبيله دي يعني انا اضمنك انك تعملي بيها اي طير حتى لو كان سنه كبير ويستوي، مش هياخد منك اكتر من ساعه بجد بجد يعني. دي تجربه، انا بتكلم ما بقولش اي حاجه غير لما اكون مجرباها مره واتنين وعشرة، مش بقول لحد اي حاجه كده وخلاص. تمام. حطيتهم بقى بعد ما اتبلوا، حطيتهم في الصينيه كده، ورحت ايه بقى نازله عليهم بكل الحاجه اللي انا تبلتها دي، وهدخل من جواهم من التتبيله دي وبراهم وحواليهم كل التتبيله، بقشر البرتقال بالبصل بالطماطم. هو على فكره كانت شرايح برتقال بقشرها بحلب منها، كل ده هينزل عليها زي ما هو كده. في مره قبل كده انا عملته معاكم كده من غير ما احط ولا نقطه ميه، واستوى وكان طالع زي الفل. انا هنا عشان كنت مستعجله قلت ايه، طب احط كوبايه ميه مش اكتر صدقوني من كوبايه ميه، وبرضك ما شربهاش. يعني معنى انه ما شربهاش واستوى واتهرى ان هو اصلا الخلطه اللي انا حطاها مع البط والفرخه مع العصاره بتاعت البرتقال والطماطم والبصل هي بتسوي كفيله انها تسوي لك اي حاجه. الطريقه دي صدقيني لو عملتي بيها ديك رومي حتى عجوز في السن او خروف صدقيني هتستوي. ما تخافيش انك تسوي حاجه زي ديت عندك في الفرن بتاع البوتاجاز من غير ميه او بميه بسيطه، وهتستوي منك لانك هتعملها كتم حراري بورق الفويل بالشكل اللي انتوا شايفين دوت. انا نزلت بورقتين، اول ورقه ظبطتها كويس بحيث ان ما يدخلش هواء او يخرج هواء من الصينيه، وحطيت فوقيها ورقه كمان، هما ورقتين بس اللي حطيتهم.
بس ضبطتهم كويس، وكنت متاكده ان مفيهمش حاجه مقطوعه هتخرج هواء او هتدخل هواء، علشان هتعملي كتم حراري للطير اللي جوه، فهيقوم هيستوي بالبخار بتاعه بالعرق بتاعه، هيبقى ما شاء الله. طبعا دخلته الفرن على نار 180 درجه تحت على سطح الفرن على طول. وهنبدا بقى الخضار بتاعنا بتاع خلطه المحشي. معايا ربطه كزبره، ربطه بقدونس، ربطه شبت. ربطه كزبره، ربطه بقدونس، ربطه شبت، غسلتهم كويس ونضفتهم ونقعتهم فتره كويسه في الميه بالخل. وبعد كده هقطعهم. قطعت العروق الزيت اللي انا مش محتاجاها، مش هرميها بردك، هنخليها على جنب دلوقتي، لا هدور معانا. وهنبدا نقطعه كده ايه ناعم خالص. لو مش عارفه تقطعيه ناعم كده حطيه في الكبه، بس انا عامه الخضار بتاع المحشي بالذات مش بحب احطه في الكبه. هقطعه ناعم كده على البرانش زي ما انتوا شفتوا كده، قطعناه وظبطناه. كنا بردك قبل طبعا ما نغسل الخضار بتاعنا كنت نضفت الكوسه بتاعتي والبدنجان والفلفل وقورتهم. انا بحب اول الحاجه دي بقورها كويس جدا، مش بخلي فيها لحم كتير يعني. وبرضك غسلتهم غسله كويسه وصفيتهم كويس وركنتهم على جنب. كانت الطماطم بتاعتي بقى اتسبكت زي ما انتم شايفين، مفيش على وشها غير الايدام بس. هنبدا بقى نحط لها بقيه الحاجه ونجهز الخلطه بتاعت المحشي بتاعتنا. كان معايا طبعا كميه رز محترمه كده عشان انا هعمل حبه محشي حلوين. غسلتها وصفيتها كويس ونزلت بيها على الطماطم اللي عندي المسبكه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حطينا الرز، هننزل بالخضار زي ما انتم شايفين. طبعا انا اسفه جدا ان الفيديو طويل، فعلا الفيديو طويل، بس باين في الاول انا عامله وصفات ايه. الوصفات دي معموله قبل كده على الفيديو، يعني على القناه كل حاجه لوحدها، اللي حابب يدخل برضك يشوفها يشوفها. معايا الخلطه هنا معلقه فلفل اسمر، معلقه كزبره ناشفه ضروري جدا، معلقه كمون، معلقه ملح، معلقه شطه حمراء. بس دي الخلطه بتاعت المحشي بتاعتي. هنجيب الورق ونبدا نقطعه قدامكم كده. انا بقطع العرق دوت بس مش هرميه، برضك هخليه على جنب مع العيدان بتاعه الخضار، وهنشوف احنا هنعمل بهم ايه. هقسم الورقه بتاعتي على حسب صباع المحشي اللي انا بحشيه حجمه قد ايه. في ورقه هتطلع معاكي 3، ورقه تطلع 4، زي ما تطلع يعني، حسب الصباع اللي انت متعوده بتحشيه بقى، كبير صغير براحتك خالص يعني. والعروق دي احنا محتاجينها مش هنرميها. ورقي كان مسلوق مظبوط جدا، لا هو ني ولا هو مهري، كان حلو. هيبان معايا في الحشو ان هو ايه، لا بيتقطع مني ولا غتت كده انه ناشف او مش مستوي. غتت حلوه، غتت دي ماشي. هنكمل تقطيع الورق زي ما انتم شايفين كده. كده بقى خلاص، بعد ما قطعتش الورق وجهزتيه اضمن لك انك تحشي لك 3 4 حلل محشي وانتي ايه ما مرتاحه وتمام التمام، طالما جهزتي ورقك. هي بتبقى اصعب حاجه في موضوع المحشي تحضير الخلطه مع تحضير السلق والتقطيع والكلام ده. جهزتي خلطتك وجهزتي ورقك، خلاص كده تعب المحشي خلص. هتقعدي في اي مكان كده في الشقه، اي مكان يعجبك، وتقعدي تحشيهم وتظبطيهم وتبقي ايه تمام التمام. انا طبعا كنت نقلت الخلطه بتاعتي في صينيه زي ما انتم شايفين كده، ورحنا دعكنا الحله بتاعتنا تاني. الحله دي النهارده يعني ايه ما شاء الله اتظبطت دي، يعني ولا 10 مرات تتغسل وتتفضى وتتغسل وتتفضى. انا بحب بس اعمل حاجه اكتر من مره، مبحبش ايه اكوم حواليا مواعين عشان ما الاقيش نفسي في الاخر ايه نفسي مسدوده من المطبخ ومن الشقه كلها. جبت الحله بتاعتنا بعد ما ضحكتها كده بستلكه، خليتها فله كده، وجبت العيدان بتاعت الكرنب اللي انا قلت مش هرميها. هقطعها كده واحطها في قعر الحله. طب ليه هتحطيها في قعر الحله؟ لانها هتوزعي الحراره وهتخلي المحشي يستوي بشكل حلو، احسن من الورق الكرنب. كان فاضل عندي ورق كتير وكان ممكن احط ورق، وكنت بعمل كده في الاول خالص وانا لسه في اول جواز يعني، ومفكره ان ده الحلو يعني، انا ايه اظبط الحله كده وافرشها يمين وشمال ومش عارف ايه، واحط صباع المحشي بالمسطره واظبطه كده صفوف صفوف. كان بيدوخني في السوا بجد يعني. الكلام اللي انا بقوله لكم بقول لكم كل حاجه عن تجربه وعن يعني تجربه تكرار كتير مش مره واحده. بعد كده عرفت ان العروق هي اللي بتخلي ايه الحراره تتوزع كده، والورق لو حطيتيه بيكتملك الحراره فمش بيخليه مستوي. تفضلي بقى ايه تزودي فيه ميه وتقلبيه من تحت لفوق وتعملي،
وتغيري الحله، فبيدوخك ونفسك تتفدى عن المحشي وتقولي مش عامله محشي تاني. الطريقه دي هتسويهولك كويس وهتخليهولك مظبوط وزي الفل. طيب بعد ما حطيت العروق هجيب عيدان الخضار معايا، هرصها كده وهحط قلب الكوسه لحد كده تمام التمام. ممكن ترصي محشيكي وتحطيه عادي، وممكن كمان فوق العروق بس ومن غير الحاجات دي لو مش هتحشي كوسه. لو هتحطي لحمه انا هحط فيه لحمه. هتجيبي بصلايه كده حلوه تقطعيها شرايح، وطماطمايه وتقطعيهم وتحطيهم في القعر، عشان دولت هيبقوا ايه اللي هيسوولك اللحمه، وهم اللي هيبقوا ايه تتبيله اللحمه. بس انا في الوقت ده كنت خلصت الطماطم كلها، فقلت خلاص مش مشكله ان شاء الله تستوي هتبقى زي الفل معايا يعني. فهخرط بصلايه حلوه زي ما انتم شايفين كده، وهرصها عشان ارص فوقيها اللحمه بتاعتي. هنرص البصل بتاعنا كده، هنديله بقى ايه، هنيجي بقى نجيب اللحمه بتاعتنا. كانت برضك موجوده عندي في التلاجة، طلعتها فكت وغسلتها كويس، وهنجيبها ايه نرصها. اللحمه قطع كبيره ما شاء الله، هي مش شرايح، عشان ما تقوليش انت حاطاها شرايح رفيعه عشان كده استوت. لا لا لا، مش شرايح. يعني هو الجزار كان مقطعها على اساس ان انا اقطع كل قطعه اتنين، لا انا حاطه زي ما هو حاططها بقطعيته، وقطعها كبيره، وان شاء الله اضمنك ان هي هتستوي باذن الله يعني. كانت فعلا مستويه، كانت دايبه وكانت زي الفل. هديها رشه ملح وفلفل. طب ما انت هتحطي ملح هيوقف السوا بتاع اللحمه، لا مش هيوقف سوا اللحمه، لان اللحمه برضك هنا هعمل لها كتم حراري زي البط والفرخه، بسبب ان هي هتتكتم مش بورق فويل بقى، هتتكتم بطبقات المحشي اللي فوقيها، وهتاخد بقى العرق بتاع المحشي كده وميته كده وبخاره، وتبقى مستويه ودايبه دوب. خلاص ركننا حلتنا، وهنبدا بقى كده نسمي ونستعين بالله كده، ونبدأ الحشو بتاعنا كده ونوريكم احنا بنعمل الحشو. الصباع قد ايه صغنون وحلو، لا هو يعني منمنم قوي ولا هو ايه كبير قوي، حلو حلو معقول يعني. المهم انك ما تطلعيش رز حواليه، متبقاش ايه الحله بتاعتك متعصر رز من كل حته، او صباع المحشي عليه رز. الصباع نضيفه زي الفل كده وملفوف لفه مظبوطه تمام. ابعدي لي بقى خالص عن الرص بالمسطره، ان انت ايه تلزقي وتحنتفي وتخليها كده ايه، اللي يشوفها يقول دي مرسومه بالمسطره، لا صدقيني الاحسن انك تحطي عشوائي كده، وتحطيها مفرفره. يعني ايه مفرفره؟ يعني تبقى ورقه المحشي بعيد، يعني صباع المحشي ده بعيد عن ده، مش مكتومين. ما تعصروهوليش في ايدك، بشوف ناس بتمسك صباع المحشي تعصره بايديها كده، ده اللي بيخلي المحشي ما يستويش معاكي. لفي صباع المحشي براحته كده، وحطيه براحته في الحله، في ريح صاحبه التاني او في ريح اخوه، بالراحه، ما تلزقيش جامد، ما تضغطيش، ما تعصريش في صباع المحشي. هتبصي تلاقي معاكي حله محشي مستويه وتمام التمام في وقت قليل جدا وزي الفل، وطعمها ايه زبده كده تمام. خدوا بقى نصايح اللي انا بقولها لكم دي كده ايه، واحفظوها كده، ما تاخدهاش من الودن دي تطلعها من الودن التانيه. الحاجات دي يا جماعة خبرة سنين والله، مش من مرة ولا اتنين يعني. اكيد انا كمان بوظت، واكيد مريت بحاجات ما استوتش ودوخني، وقلبت وعملت كل ده كنت بعمله في الاول. حشيت معاكم كام صباع محشي، وهنحشي بردك ادي ايه، قرن فلفل. انا مش بحشي فلفل كتير، علشان خاطر يعني ولادي مش بيحبوا قد كده، هو كام قرن بس. لما تحشي الفلفل او البدنجان او الكوسة، لازم تسيبي جزء كده فاضي لسوى الرز، يعني تسيبي له جزء فاضي كده ان الرز ياخد براحه كده ويستوي. هنحشي الكوسه كده، بنزق الرز بالراحه كده ونوقف الكوسايه ننطرها كده، نحس عشان نضمن ان ايه الرز دخل جواها. وبرضك زي ما عملنا في الفلفل هنعمل في الكوسه، هنسيب مساحه حلوه كده عشان الرز يستوي براحته وياخد براحه. نفس العمليه هنكررها في البدنجان، نفس الحكايه. يعني عملت لكم من كل حاجه حاجه كده ايه يعني قدامكم، عشان طبعا انا مش هقف احشي الحشو ده كله قدامكم يعني كده وانا واقفه ايه عند الرخامه، اكيد هروح اقعد في مكان يعني. الحاجات دي بس لما تحشيها لازم تبقى واخده براحه كده، تبقى بالراحه كده عشان لما تستوي ما تبقاش كده ايه مطفشه، ايوه مطفشه، ما تبقاش مفرقعه يعني كده. بص تلاقيها انفجرت كده ايه وكورت، وتلاقي الباذنجان انت حطاها حلوه، تبص تلاقيها بقت كوره كده مكوره، عشان انت حشيتيها رز كتير،
فاتكتمت كده وبقت حاجة مش حلوة يعني. ممكن كمان تلاقي فيها رز ني، لكن لما تحطي فيها الرز كده مهوي كده وتسيبي له مساحة انه يستوي براحته، هتبقى زي الفل معاكي. وكده خلاص بقى هنكمل الحشو بتاعنا ونرجع لكم تاني. خلصنا الحشو بتاعنا بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الحلة شكلها يفرح وزي الفل وتمام التمام. وعملت كله تشكيلة المحشي كلها في حلة واحدة، حلة كبيرة واحدة، وريحت دماغي. ما عملت في صينية ولا في حلتين ولا حاجة. وزي ما شفتوا الحلة دي اشتكت معايا النهاردة من كتر الاستعمال. رحت بيه على النار، والشفشق الطماطم كنت سابه فيه حبة كده من عصير الطماطم، نزلت عليه بحبة مية سخنة. كنت محضراها طبعا مش سخنة سخونية عادية، لا كانت مغلية. حطيتها بحبة ملح خفيف جدا، وبكمل بقى من البراد كده بردك مية مغلية. المية هتوصليها لحد فين؟ المية هخليها يدوبك باينة كده من حوالين المحشي، مش هغطيه بالمية. يعني انتوا شايفين يعني يدوبك تشوفي كده المية من جنابها كده، او من بين الفلفل والباذنجان والحاجات دي. وهغطي عليها وهسيبها طبعا. هنا انا كانت يدوبك المحشي غلى كده وبدأ يتشرب وبقى حلو كده، طلع ريحته. رحت مغطياه بصينية ورحت مدخلاه في الفرن مع البط علشان يكمل سوا في الفرن. قلت يعني هي انا كده كده الفرن والع، فاخد نار واحده بدل ما انا مشغله فوق وتحت يعني. صراحه كان طالع يعني المحشي والبط كانت ريحتهم بجد، كانت الريحه خطيره يعني، كانت قلب الشقه. والاتنين كانوا مستويين سوا فظيع بجد يعني ما شاء الله. الف هنا وشفا على اللي اكل. شوفوا البط بتاعنا، شوفوا اتفتح ازاي، شايفين مفتحه ازاي من كتر ما استوت. وشايفين لسه في سوائل حواليها في الصينيه، ده دليل ان هي ما شربتش كل الميه اللي انا حطيتها. انا حاطه حوالي كوبايه ميه او اقل كمان. ورغم ذلك الفرخه وذكر البط اتفتحوا، مع ان انا متاكده ان الفرخه دي كانت هتاخد سوا جامد لو كانت في شوربه، عشان كنت عامله اختها واخدت في شوربه، وكنت كانت اخدت وقت كتير جدا في الشوربه. تمام. هنا بقى كنت بدات اغرف اكلي. قطعت البط طبعا مع بطاطس الشيبسي. وعلشان اعرف اغرف المحشي متعوده دايما بحب افضيه في الصينيه طالما هوزعه على اطباق. بفضيه في صينيه كبيره الاول عشان ابقى شايفه كل الانواع فيه، واعرف اوزع على الاطباق من كل حاجه. صينيه كبيره كده تكون عندك عشان تاخدي راحتك. وهنزل بالحله كلها فضيه كده، فرفرها وفضيها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كده بهزها كده. هي مش هتكون لازقه طبعا بسبب الحاجات اللي حطاها في قعر الحله، وبسبب اللحمه مش هتكون لازقه ولا اتحرقت ولا حاجه، لان مستوي براحته، لا تلدع ولا شاط ولا اي حاجه. شايفين الايدام بتاعه نازل اصلا، وشايفين اللحمه دايبه دوب. عايزه اقول لكم ان هي اتقطعت اصلا تحت المحشي. هنبدا بقى كده نوزع اطباق كده، نغرف من كل حاجه في الطبق. شايفين اللحمه اهي دايبه بجد دايبه يعني، والبط كان نفس الحكايه برضك. رزق بقى اللي كان واقف في ريحي وانا بغرف، كنت كل ما امسك حاجه كده كان هو بيدوق اللي واقف بقى. وزعنا في الاطباق زي ما انتم شايفين كده. كل طبق فيه من الفلفل وفيه من الباذنجان وكوسه ومحشي الكرنب واللحمه نايبه لحمه. وبرضك عملت رز بشعريه للي مش حابب ياكل محشي بريح البط والفراخ وكده يعني. كان فيه لحمه وكان فيه بط وفيه فراخ، في ده وفي ده، اللي مش حابب ده هياكل ده. وقلت الشيبسي والرز بشعريه برضك يعني اذا ربما حد ما يحبش المحشي. وطبعا المخلل الزيتون بتاعنا الحلو الجميل الاصفر دوت. وده كان الغدا بتاعنا النهارده. طبعا كان غدانا عشان كان عندي حد غالي عليا، كان ندى بنتي طبعا. متعودة انها بتيجي تقعد بالكاميون، بس المرة دي جت